متابعتنا الرياضية الحينية لكل الأحداث والتظاهرات الوطنية والدولية في نشرات الرياضة وفي 90 مع بشير. مساء الخير للناس الكل، تحية لكل متابعي ومستمعي كنوز اف ام واللي يتبعوا فينا اكيد على الباج فيسبوك نتاعنا. اليوم عدد جديد من 90 في مواكبة الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثانية ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ومواكبة خاصة بشكون من خلال زميلنا عبد النبيل خليفي لمباراة الكلاسيكو بين النجم الساحلي والنادي الافريقي، اكيد متواجد في الملعب الأولمبي بسوسة. لكن قبل هذا باش نحكيو اكيد نذكروا زاده انه البارح كانت صار الدفعه الاولى، اليوم الدفعه الثانيه من المباريات اللي باش تلعب بدايه من 4:30 نتاع العشيه. شيماء ابو بكري في قياده الرحله معنا اليوم اكيد. خلينا نعطيو تشكيله النجم الساحلي: الصبري بن حسن، صلاح الغدامسي، نسيم هنيد، حسام دغدوغ، زياد بوغطاس، الفرجاني، ناجح، مخلص وشيري، مالك بعيو، ريان عنان، محمد الضاوي، وموسى سانجور. بالنسبه لتشكيله النادي الافريقي بقياده الجنرال فوزي البنزرتي، غيث اليفرني، غيث الزعلوني، حسام بن علي يوسف، حمزه بن عبده، معتز الزمزمي، غيث الصغير، بلال مالك، حمزه الخضراوي، فهد المسماري، وفراس شواط. اكيد معانا اليوم لاعب سابق للنجم الرياضي الساحلي، اكيد يحبوا برشا جمهور النجم. اليوم يصغر فترة العطلة ويتواجد في مباراة الكلاسيكو وناخذوه مباشرة ملعب الأولمبي بسوسة. وائل بلكحل. وائل مرحبا بك. مرحبا بك بشير، مرحبا بالسادة المستمعين ومستمعين كل دفع. اليوم حاجة وحويجة، عطلة في تونس، وأكيد استغليت العطلة هذه باش تكون حاضر في مباراة فريقك السابق للنجم الساحلي والنادي الافريقي. اكيد الواحد يعني وجد وانه التاريخ نتاع العطله نتاعي جاء بالتزامن مع مباراه الكلاسيكو مع النادي الافريقي. الواحد ما ينجمش يفلت فرصه كي من هذه، يعني باش يشوف فريق النجم الرياضي الساحلي، باش يرجع لاجواء الملعب الاولمبي بسوسه اللي يعني الحقيقه عندي عليها مده طويله لان ما زرتش الملعب، فاستغليت الفرصه وكنت موجود. وان شاء الله يا ربي تكون مباراه ممتازه، وان شاء الله النجم الرياضي الساحلي يكون في احسن حالاته في الماتش هذا. اليوم وائل بعد مباراة الجولة الافتتاحية كان فما غضب كبير من الجمهور وعدم رضا على الأداء نتاع النجم الساحلي وعلى بعض الاختيارات. اليوم رينا التغييرات على مستوى الاختيارات الفنية للمدرب الأسعد الدريدي. اليوم يعتمد على ثلاثي في المحور اللي هما نسيم هنيد، حسام دغدوغ، زياد بوغطاس. على اليمين صلاح الغدامسي، ناجح الفرجاني منذ البداية على الجهة اليسرى. في الوسط الميدان مالك بعيو، مخلص شوشان، ريان عنان، محمد الضاوي، وموسى سانجور. صحيح، هو التغييرات يعني نتاع المدرب هي تغييرات منتظره في ظل المباراه الاخيره امام شبش العمران والهزيمه اللي كانت ثقيله وخلفت غضب جماهيري كبير من جماهير النجم الرياضي الساحلي، لان جماهير النجم الرياضي الساحلي كانت تنتظر في مباراه فوز في الجوله الاولى ثم مباراه كلاسيكو قادر الجمهور وانه يكون حاضر بكثافه، ولكن الاداء والنتيجه ما تبعوش بالنسبه للمدرب الاسعد الدريدي. اكيد وانه حاول يغير في هذه المباراه، اقحام زياد بوغطاس ومالك بعيو اكيد يعطي اكثر حلول خاصه واكثر خبره بالنسبه للاعبين. الضاوي فرصه وانه يسترجع امكانياته ويرجع محمد الضاوي اللي كنا نعرفوه. النجم الرياضي الساحلي اليوم مطالب بالانتصار من النادي الافريقي في ظل تواجد ايضا فوزي البنزرتي في الجهه الثانيه، المدرب المحنك، المدرب المعروف خاصه على المستوى التكتيكي، على المستوى الضغط العالي. اكيد انه الاسعد الدريدي اليوم مطالب بقراءه اللعب بطريقه جيده وجيده جدا حتى يتمكن من الفوز في هذه المباراه، لانها الحقيقه مباراه صعبه على كلا الفريقين وكل واحد فيهم حاجته بثلاثه نقاط نتاع المباراه هذه. النادي الافريقي لتعزيز انتصار المباراه السابقه، والنجم الرياضي الساحلي للتعويض، لانه حقيقه تشوف في عدد الجماهير الموجوده اليوم في ملعب سوسه والناس كيفاش مامنه وان المباراه هذه قادره وانها تعطيك تكليك لبدايه الموسم. مهم جدا وانك تاخذ 3 نقاط في مباراه كلاسيكو امام النادي الافريقي، خليك تحضر المباريات القادمه باكثر اريحيه، لانه النجم الرياضي الساحلي ما ينجمش يعيش اكثر بنتائج سلبيه في ظل المشاكل الماليه، المشاكل يعني الانتدابات، في ظل عدم توفر كواليتي كبيره نتاع اللاعبين. يعني ما نجموش نلوموا الاسعد الدريدي كثير، خاصه وانه ما يمسكش يعني ترسانه من اللاعبين اللي قادر وانه يغير مثل ما هو يحب، ولكن من المفروض وانه كل لاعب يرتدي قميص النجم الرياضي الساحلي وطلب انه يعطيك 100 ولا 200% حتى يضمن مكانه كاساسي او حتى في 18 او حتى في 23. نعم، لانه في النجم الرياضي الساحلي اذا كان ما تعطيش 100% ولا 200% فانت ما تستاهلش انك تكون في النجم الرياضي الساحلي. اليوم الوائل بالنسبه لتشكيل فوزي البنزرتي تقريبا فما معناها محافظه على
غالبية العناصر اللي موجودة في التشكيلة: غايث اليفرني في الكاج المباراة الثانية على التوالي، الزعلوني على اليمين، بن علي على اليسار، بن يوسف علي يوسف الليبي، حمزة بن عبد، الزمزمي والصغير، بلال مالك، الخضراوي والمسماري اللاعب الليبي في رشوات في مقابلة في ملعب يعرفوا مليح وضد منافس يعرفوا مليح. وانطلق في التحضيرات كانوا مع النجم هذه ساهلة تقريبا. فوزي بنزرتي تعرفوا انت مليح وائل ما يغيرش برشا. يعني فوزي بنزرتي تقريبا التشكيله المثاليه نتاعو ديما اللي تفوز، خاصه يقول لك التشكيله اللي تفوز ما نغيرهاش كثير، لانه يامن بالاستقرار على مستوى التشكيله. لاعبين ممتازين يتركوا من النادي الافريقي في هذه المباراه، يعني حتى ترسانه اللاعبين الموجوده على ذمه فوزي بنزرتي قادر ان يقوم بالعديد من التغييرات على المستوى التكتيكي والا على مستوى الفني. يعني في هذه المباراه يعني يمكن صغير وزمزمي لاعبين فنيين، ولكن قادروا ان تستغل المساحات اللي قادرين يتركوها، لانه اغلب الاوقات يحاولوا انه يعطي المعادله الهجوميه، ولكن حذاري من طريقه فوزي بنزرتي في الضغط العالي وافتكاك الكره في المناطق العاليه بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي اللي تنجم تخليك في بعض المشاكل، خاصه انه انك مطالب ببناء اللعب ومطالب بالنتيجه في هذه المباراه، وهذا الشيء قادر انه تخلي كثير من المساحات بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي. اعتقد انه فوزي بنزرتي من احسن المدربين، يعرف كيف يتصرف في الرصيد البشري نتاعو. ذاك علاش انا قلت لك بكري انه لسعد الدريدي في هذه المباراه اختبار حقيقي بالنسبه لي امام مدرب من افضل المدربين على مستوى الساحه في تونس. اليوم نحكيو زاد على مفتاح لقاء شو نجم يكون مباراة كلاسيكو وهيل، تتلعب على جزئيات بسيطة، تنجم تلعب على كرة ثابتة، على مخالفة، على هدف معناها ما باش تكون سريع شوية زاد اللعب. شوف خويا، هي المباريات الكبيره بطبيعه الحال دائما تلعب على جزئيات بسيطه وما يكونش فيها فرص كثير بالنسبه للفريقين، ولكن الفريق اللي يفوز هو اللي يعرف يستغل الفرص اللي تتيح له. ما باش تلقى يعني 4 5 6 كرات سامحه للتسجيل والا واضحه للتسجيل، ولكن ممكن تتوفر لك الكره الاولى الثانيه يلزمك تسجل كره منهم حتى انك تخلي نفسك في اريحيه وتقدر انك تلعب سواء الفريق النجم الرياضي الساحلي او النادي الافريقي. هذاك علاش نقول الحذر على المستوى الدفاعي، الصبر طيله 90 دقيقه، لانه الهدف في اي لحظه قادر انه يجي من النجم الرياضي الساحلي. ان شاء الله يا ربي يكونوا حاضرين خاصه اللاعبين على المستوى الذهني، لانه المباريات هذه تتلعب حتى ال 95 و 98 دقيقه، ما تامن اللي مباراته فات الا ما تسجل او انه الا ما الحكم يعني يعلن الصفرة، سواء انك سجلت سواء انك قبل. ولكن بالنسبه لي النجم الرياضي الساحلي على المستوى الدفاعي لازم يكون هناك ثبات كبير، ولازمك ما تخسرش اهداف منذ بدايه المباراه حتى تخلي لنفسك مجال وانك تسجل اهداف. بقية المقابلات اليوم وين نحكيو على مواجهة زادة باهية ما تقلش أهمية بين سيابي النادي الصفاقسي الملعب التونسي جي اس كا وترجي جرجيس بقيادة ناس بوجلبان أمام فريق شباب العمران المنتجين بالفوز على النجم الساحلي في الجولة الأولى. يعني مباريات اصبحت يعني كلها متقاربه تقريبا في البطوله التونسيه. شفنا ترجي الجرجيسي في الموسم في المباراه الاخيره امام النادي الرياضي الصفاقسي فاز، نادي بنزرت قاعد يقدم في مردود محترم. ترجي الجرجيسي اللي فاز في صفاقس ويمتلك يعني لاعبين ممتازين. اعتقد وانه افضل شيء في البطوله التونسيه في هذا الموسم وان نشوفوا مواجهات دائما الفرق تكون ادائها قريب لبعضه، وهذا ما يعطي اكثر فرجه اكثر متعه، بالرغم من المشاكل اللي عندنا على مستوى البنيه التحتيه في اغلب الملاعب اللي ما تخليش اللاعبين يقدموا اداء ممتاز. ولكن الاستثناء حسيت وانه كثير من الفرق ادائهم متقارب الكل. هذاك علاش تحس اللي فما مباريات مهمه. اليوم بالنسبه لي انا نشوف في ظل النتائج خاصه نتاع مباريات امبارح النجم الرياضي الساحلي مطالب انه يكون نتيجه ايجابيه حتى يحس نفسه يعني ماهوش بعيد، يعني 6 نقاط او 5 نقاط على مستوى الترتيب باش يبقى ديما في قمه الترتيب. وائل بداية موسم فيها نسق تقريبا كبير. اليوم علينا مواجهة الأولى كان النجم نهار السبت، اليوم مواجهة ثانية ومواجهة ثالثة يوم الخميس القادم، يعني فما نسق ماراثوني في بداية البطولة بعد مباشرة التحضيرات، يعني فما سلسلة نتاع مباريات. شوف المشكلة عندنا في تونس هو أنه تحضر المباريات ودائما ما يقع تأجيل، إما يكون عندك نسق ماراثوني من المباريات أو إما يكون عندك تباعد كبير بين المباراة والمباراة. أنا ديما نقول علاش ما يكونش عندنا برنامج واضح، تكون بداية من الجولة الأولى للجولة الأخيرة تبدأ عندك كل شيء واضح كل شيء ظاهر، يعني المباريات في تاريخها ما فماش يعني ضغط كبير على اللاعبين. عندك كاس افريقيا السنه فيك يعني في شهر جانفي، اكيد وانه فما زحمه كبيره خاصه على المستوى البدني، زحمه كبيره على مستوى المباريات اللي يقوموا بها مختلف الفرق على مستوى البطوله التونسيه. ولكن زاد من الناحيه الثانيه هناك حاجات ايجابيه، وانه نسق المباريات قادر وانه يرفع من نسق وقادر وانه يرفع من اداء مجل الفرق التونسيه، وهكذا نقدر نشوفوا مباريات جيده. ولكن انا ديما نقول مشكلتنا في تونس ديما
هي انك ناقص اضواء، علاش ما تلعبش في الليل، تخلي الناس الكل تلعب مرتاحه حتى على المستوى البدني. اللاعبين قادرين وانهم يقدموا افضل ما هو موجود. ملعب كما ملعب سوسه صدقني انا يمكن اول مره ندخل في الحله الجديده نتاع ملعب سوسه، يعني نتابع نجم الرياضي الساحلي بكثره، ولكن في الحله الجديده اول يوم انا دخلت ملعب سوسه تحفه كما الملعب هذا. علاش ما تلعبش في الليل؟ علاش ما فماش اضواء كامله؟ علاش ما تخليش يعني الناس تلعب في الليل؟ انك قادر تشوف مباريات افضل من هكا. هذا المشكل الوحيد اللي نشوفه يعني يقلق كثير، وانه على المستوى البدني قادر، وانه اللاعبين تكثر الاصابات ويقل المردود، لانه بدايه موسم ماكش قادر وانك تعطي في كل مباراه 100% و200%، لانه ثم الاثار نتاع التحضيرات البدنيه تكون في المباريات الاولى، ثم اللاعب يلقى نفسه جاهز بعد المباراه الثالثه، بعد المباراه الثانيه الثالثه يلقى نفسه في افضل جاهزيه. جمهور النجم الساحلي لا يعترف لا بالامطار لا بالطقس البارد لا غيره، اليوم حاضر كالعاده وائل. دونك يعني رغم الهزيمه نتاع المباراه الاولى كالعاده جمهور النجم الساحلي يضرب موعد مع الوفاء رغم الطقس رغم كل شيء. والله صحيح، انا ملي جيت يعني معايا صديق قلت له ما شاء الله، يعني انا ما تصورتش باش نشوف خاصه بعد الهزيمه الاخرانيه تحس الناس بتغشى برشا على اللاعبين وعلى النتيجه، ولكن اليوم كي نشوف العدد الهائل، نشوف الملعب ما شاء الله الناس كل يعني داخله الملعب، الناس كل لابسه الاحمر، الناس كل فرحانه، الناس كل متفائله. اكيد هذا يعطي كان فخر بالنسبه لجمهور النجم الرياضي الساحلي اللي قاعد يدفع بقوه مع الفريق، ونتمناو انه اللاعبين يحسوا باللي موجود في الملعب، ونتمناو انه الجمهور يكون نقطة قوة ودفع للاعبين، ما يكونش نقطة ضغط على اللاعبين ويقبلهم، لأنه ماك تعرف يعني جمهور النجم الرياضي الساحلي قد ما يدز معاك تحس أنه فما قوة، فما لاعب 15 قاعد يدز معاك، ولكن قادر أنه يخلق لك الضغط لو أنك تكون مش في أفضل حالتك. ان شاء الله اكيد بالتوفيق. وائل باش تواصل تجربة في قطر؟ كيفاش؟ باش تواصل تجربتك في قطر ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليك وائل. نحن ديما نحبوا نسمعوا صوتك، ديما نتوحشوك، وان شاء الله ديما تجيب حذانا، وان شاء الله نتبعوا اخبارك يا وائل، وان شاء الله بالتوفيق في دولة قطر. اللاعب السابق للنجم الساحلي وائل باللكحل. كانت هذه تلاله لافو ماتش قبل انطلاق الاقدام في مباراه الملعب الاولمبي بسوسه كلاسيكو باش يكون من الوزن الثقيل بين النجم الساحلي والنادي الافريقي. ترتيحه صغيره مع الموسيقى من بعدها باش نرجعوا نحكيوا اكيد ونتابعوا مجريات لقاء الكلاسيكو بين النجم الساحلي والنادي الافريقي مع الزميل عبد نبيل الخليفي في الوصف والتعليق. بل هذا نذكروا اليوم بقيه المباريات: الملعب التونسي شبيبه القيروان، نادي البنزرتي، نادي الصفاقسي، ترجي جرجيس، شبيبة العمران. ترتيحة مع الموسيقى وهنا رجعنا في 90.